الخط الأول بيكون أثناء الحرب العالمية التانية في معسكر أست أش أوشفيتز. ده اسم ده يا ربي. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سلفني كتاب. ماشي، ركزوا معايا. كان في حد طلب مني مراجعه زاتوي للكاتب محمد عصمت، بس انا قريت مينيجيل قبل زاتوي وهراجعها هي ومش هنراجع زاتوي. ليه؟ لان انا علاقتي بالكاتب محمد عصمت اشبه بعلاقه اتنين متجوزين كل يوم يتخانقوا وبعدين يدوا بعض فرصه تانية ويومها بالليل يتخانقوا تاني وهكذا، وفي اخر خناقه الزوج قال لمراته لو ما اتعدلتيش هنسيب بعض، وللغرابه مراته اتعدلت. وانا بحضر الحلقه وبشوف اراء الناس من على جود ريدز استوقفني جمله كتبتها السيده ايمان وبتقول فيها: خليني ابدا الريفيو ده باهلا بعوده محمد عصمت، وده بيلخص كل حاجه. نبتدي في ملخص القصه. احداث روايه مينيجيل بتدور في خطين مختلفين وكل خط منهم في زمن مختلف. الخط الاول بيكون اثناء الحرب العالميه الثانيه في معسكر اوشفيتز، والخط الثاني بيدور في 2016 في مصحه مهجوره في الصحراء وغير موجوده على اوراق الدوله. شخصيات الروايه الرئيسيه هم فريده المالكي واياد خليل ومحمد اشرف، الثلاثه على حسب التعبير اللي اطلقوه على نفسهم هم مهتمين بعلم ما وراء الطبيعه. وفي يوم محمد بيكلم فريده ويقول لها انه عايز يجتمع بيها هي واياد عشان هو لقى موضوع ممكن منه يبداوا مشوارهم في علم ما ورائيات. وفي الخط الثاني في المعسكر النازي اوشفيتز، سامي الكردي واللي محبوس في الزنزانه صفر مع بعض المساجين من جنسيات وديانات مختلفه، وبيتم اسناد مهمه لسامي الكردي من قبل زمايله في الزنزانه. فهل سامي هينجح في مهمته؟ وايه هي القضيه اللي وقعت تحت ايد محمد اشرف وزمايله؟ هل ليها علاقه بسامي؟ طيب هل هينجحوا في اول تجاربهم في البحث في عالم ما وراء الطبيعه؟ ومين هو مينيجيل؟ ومن هنا ممكن ندخل في المناقشه. الروايه من نوعيه المكان الواحد لكل خط زمني، في المكان ده بتدور القصه كلها. ماشي، زي ما قلت لكم انا عندي مشكله مع محمد عصمت من زمان، عمري ما حبيت رواياته، وكانت اخر فرصه بالنسبه له معايا هي زاتوي، ولكن لحسن حظي اني ما قريتهاش وقريت مينيجيل. الروايه شدتني من اول صفحه وفضلت تشد فيا صفحه بعد صفحه. انت فاهم يعني ايه واحد داخل يقرا روايه وهو بيقول للكاتب دي اخر فرصه؟ يعني مش هيقتنع بسهوله. انما انا اشتريت من اول صفحه. مجهود محمد عصمت في انه يطور من نفسه باين يا جماعه، من قصه غير متماسكه ونهايه غير ناضجه واحداث غريبه زي الممسوس لروايه زي مينيجيل، تطور كبير. وبعدين التفاصيل يا جماعه. دايما اقول ان اي كاتب مشكلته هي التفاصيل، يا تبقى دقيقه قوي زي اسلوب احمد مراد او تبقى تقريبا مش موجوده زي اسلوب نبيل فاروق في التميمه. انما هنا محمد عصمت اداك اللي انت محتاجه، بس تفاصيل مهمه بكلام قليل ومن غير ما احس انه بيسمع لي درس قراءه. تفاصيل الروايه دي هي احسن تفاصيل روايه انا شفتها من فتره مش قصيره. يعني مثلا يا جماعه في جزء حوالي 6 صفحات اخبار من جرايد بس. يعني تخيل انت قاعد بتقرا جورنال في وسط روايه، المفروض تزهق صح؟ لا، ما زهقتش، كل حاجه مترصصه صح. طيب نتكلم على اسلوب السرد اللي فيه تطور كبير عن كل رواياته قبل كده، بس يظل فيه مشاكل اغلبها نحويه وبلاغيه، ودي كانت مزعجه احيانا، بس ده لا يمنع انه كان الاحسن في رواياته كلها. ما عجبنيش في الروايه الاسئله الكتير اللي في السرد، زي هل سينجو من مصيره ام يكون للقدر راي اخر، والحاجات دي ما بقولش انها وحشه بس كانت كتير. وزي ما انا قلت الروايه بتدور على خطين، الانتقال بينهم ما كانش ممل ابدا رغم انه كان بسيط جدا، ده يخلص نخش على التاني فصل وفصل، يعني مفيش ابسط من كده. بدات ازهق من القصص بتاعه المعتقل في اخر قصتين، حسيت انه عشان يكمل التوازن اللي بين الخطين الزمنيين اضطر يبدا يحشي قصص، ودي نقطه سودا طبعا. الغلاف ما كانش وحش وما كانش حلو، وهنا احب افكر الناس مره تانية ان انا مش بقيم الغلاف ولكن بقول رايي فيه مش اكتر. طيب عايز اتكلم عن الشخصيات وتقديمها وتاثيرها. عندنا شخصيات الخط الزمني بتاع المعتقل. شخصيتنا الرئيسيه في المعتقل هي سامي الكردي اللي كان تقديمه جيد وتاثيره كبير طبعا زي ما كل الناس اللي قرت الروايه عارفه، وايزاك وجوزيف ويومالوف و216 زملاء سامي في الزنزانه واللي كانوا تقديمهم ممتاز. قصتهم اتحكت بسلاسه وبساطه غريبه وعرفنا عنهم كل حاجه رغم انهم ضيوف احداثنا مش اكتر. وعندنا على الخط الزمني الثاني اياد ومحمد وفريده، بس هنا بقى هنقف شويه عشان عندنا مشكله. تقديم شخصيه اياد كان على انه شخصيته ضعيفه وقليل الحيله وابوه بيتحكم فيه، وفجاه بقى هو العقل المدبر والمسيطر على الاحداث في الثلث الاخير من الروايه. وفريده وقصه ابوها اللي ما كانش ليها اي لزوم على الاطلاق لاننا ما استفدناش منها نهائي حتى في نهايه الروايه. ومحمد اللي كان احسنهم واوحشهم في نفس الوقت. احسنهم عشان منطقيه شخصيته في الاول، شاب عادي مش دحيح ومش فاشل، بينجح وفي نفس الوقت مش عايز يبقى فاسد، بس بمجرد ما الاحداث ما بيبدا يقلب قطه. وشخصيه هادي هي المفضله عندي، وهي اكتر شخصيه حسيت بدوافعها وحسيت انها كانت متقدمه كويس. وعامه تقديم الشخصيات كله كان في احسن احواله. حتى هارون اللي دوره في الروايه ما يتعداش الصفحتين اتقدم كويس. مش عارف المفروض الروايه تصنف رعب ولا لا، لان لو هتبقى مشكله، لاني ما خفتش بالقدر الكافي خصوصا من شكل الشخصيات المرعبه اللي في المصحه. ولكن عشان اكون منصف، مشاهد الساديه
النهايه اللي في المعتقل فوق الرائعه. ماشي، مش هنتكلم عن النهايه كاحداث او تفاصيل، ولكن هنقول انها منطقيه وواقعيه جدا جدا، وده اللي انا كنت بقوله في مراجعه المرحوم. وعامه هي النهايه بتمهد لجزء تاني ممكن يتعمل في يوم من الايام، ولو اتعمل انا هكون مبسوط جدا وهجيبها وهقراها، ومن هنا نروح للتقييم النهائي. الروايه بلا شك حلوه، وبلا شك احسن اعمال الكاتب محمد عصمت، وبلا شك صالحتني، وبلا شك فيها مشاكل برضه، ولازم ناخد بالنا منها بعد كده ونراعيها لو هنعمل جزء تاني. وعشان انا مبسوط من الروايه، وعشان مجهود محمد عصمت الملحوظ، وعشان تشجيعي ليه، تقييمي لمينيجيل هو 8 من 10. وبجد انا مسامح في ال5 ساعات متواصل اللي قعدت قريت فيهم الروايه. وبكده خلصت حلقه النهارده من برنامج سلفني كتاب. يا ريت لو عندكم اسم كتاب عايزيني اراجعه تسيبوا لي اسمه في الكومنتات، ويا ريت تعملوا للحلقه لايك وشير لو عجبتكم، ويا ريت تعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ويا ريت تعملوا لايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك اللي موجوده في الديسكربشن تحت. وشكرا انكم استحملتوني.